تأثروا للشيخ ناصر وغلبت عليهم العاطفة، كانوا يتمنون ألا يقال في الشيخ ناصر شيء. هذه محاولة فاشلة يا أيها الشباب. شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر شيخا لجميع السلفيين الذين جاءوا بعده، بما فيهم الشيخ ناصر الألباني، لأن ابن تيمية جدد هذا الدين في القرن السابع بعد أن كادت تنسى العقيدة الإسلامية. جاهد جميع الفرق الضالة وحافظ لنا على هذه العقيدة. مع ذلك إلى يومكم هذا يوجد من يطعن فيه، مع مكانته العلمية وشهرته وكثرة مؤلفاته وكثرة اطلاعه على المنقولات والمعقولات معا، واعتراف الجميع الخصم وغير الخصم بأنه من أعلم الناس في وقته. كونكم تحاولوا ألا يقال شيء في الشيخ ناصر، لا تحاولوا هذه المحاولة، ولكن تعصبوا للحق ولا تعصبوا للرجال. وهل فيما ناقشت بصرف النظر عن التعبير وعن الألفاظ، وهل هذه المعاني التي أخطأ فيها الشيخ أنتم مقتنعون بأنها خطأ؟ إذا كنتم غير مقتنعين لا تكتبوا، لا تقول في الشيخ كذا وكذا، لكن قولوا أنت أخطأت في هذا والصواب مع الشيخ، اكتبوا مثل هذا. هكذا طلاب العلم يناقشون المسألة. اتركوا الأشخاص، عليكم بمناقشة المسائل العلمية. قلت لكم فيما تقدم الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ناقشوا المسألة مناقشة علمية، لا تكونوا عاطفيين. وقد قلت وكررت لستم بأعلم بالشيخ ناصر أكثر مني، وقد تزاملنا في العمل في المدينة المنورة، وفيما أعتقد لا تحبونه أكثر مني. وكلامي في الشيخ ناصر ومناقشتي له بهذا الأسلوب لا ينقص ما عندي من محبتي وتقديري للشيخ ناصر، ولكني أحبه فأقدره فأناقشه مع ذلك في هفواته. سائل يسأل، هذا هو السؤال العلمي